يعني. كل عمليات شد الوش طبيعي فيها ان يحصل ورم والزرقان ده، خصوصا لما بنعمل معاها الجفون والجبهه والحاجات، فانت عامل الوش كله. يعني الواحد لو اتخبط خبطه صغيره في دماغه بتلاقي عينه بقت مزرقه قد ايوه كده، صح صح. يعني اللي هي بنسميها بلاك اي لو واحد خبط هنا. ما بالك بقى احنا مسلكين كل ده وشادين وعاملين جفون وجفون وشادين عضلات وشادين عضلات وشادين جلد وشافطين لغد. يعني انت متخيله حجم التروما اللي انت بتعملها للانسجه؟ لا لا انا موافقه، فشيء انا موافقه. طبيعي انها تورم وتزرق، ده شيء طبيعي جدا يعني. وما ينفعش اقول للمريض انت مش هتورم ومش تزرق، لا هتورم وهتزرق. والورم والزرقان بيبتدي عادة من اليوم التاني، البيك بتاعه في الخامس السادس. حلو. وبعد كده يبتدي ينزل بالتدريج. يعني على اليوم العاشر نقدر نقول خلاص هيبتدي بقى يروح يروح يروح. بيروح بعد قد ايه بيختلف من مريض للتاني، حسب نوع جلده، حسب سمك الجلد، وحسب ايه البروسيجر اللي اتعمل في الوش، عمليه ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه. احنا خمسه. خمسه وخميسه. بس خمسه. يعني الفترة الأولانية بعد شد الوش اللي أنا بجيب المريض أطمن عليه مرة واثنين وثلاثة، أنا مش بطمن على النتيجة، أنا بطمن على الجروح بس. لا ببص على ورم وزرقان لأن ده بياخد وقت ويروح، ولا ببص على نتيجة. أنا شفت النتيجة في أوضة العمليات قبل ما أربطك. بجد.